كل سنة في الفترة ما بين 23 يناير لغاية 5 فبراير بيقام في مصر حدث فريد جدا من نوعه، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. آلاف من كتاب القصص والروايات بيستغلوا الفرصة دي في إنهم يبيعوا رواياتهم داخل المعرض بيبقى فيه أشكال وألوان من الروايات والقصص القصيرة، اللي رومانسي واللي درامي واللي تاريخي واللي خيال علمي، وملايين من القراء بيروحوا المعرض بالذات عشان الروايات يا جماعة ليها طابع مختلف عن أي نوع كتاب تاني، والطابع ده هو اللي بيخلي الناس تنجذب ليها وتحبها اكتر من اي حاجة تانية. الطابع ده هو العالم المختلف اللي الرواية بتدخلك جواه، وبتحس كأنك عايش مع الاشخاص اللي جوه الرواية، بالاضافة انه في نفس الوقت بتتعلم حاجة جديدة من قراءتك للرواية اثناء تجولك في العالم المختلف ده. من الاخر كده الناس بتحب الحواديت. طيب خلينا بقى نيجي ليك انت من كتر حبك للروايات ممكن يكون خطر على بالك انه في يوم من الايام يكون عندك الرواية اللي تحمل اسمك وتوقيعك، ومن كتر ما خيالك اتغذى على الروايات والقراءة المستمرة ممكن يكون خطر على بالك اكتر من مرة فكرة مختلفة حسيت انها ممكن تبقى رواية في يوم من الايام، بس ممكن يكون المشروع ده وقف في دماغك عند نقط معينة، اهمها انك ما بتعرفش اصلا تكتب رواية. ومن كتر شرائك للروايات فانت اكتر واحد عارف كويس قوي ان في روايات حبيتها جدا وتعلقت بيها جدا، وروايات تانية ما قدرتش تكملها من كتر ما هي ضعيفة جدا وحبكتها اتهرست في مليون رواية قبل كده، فانت خايف تكون روايتك في التصنيف التاني اللي الناس ما بتحبوش. بس عموما مش عاوزاك تستسلم ولا تقلق. ايه رأيك لو خدتك جوه عالم الرواية واقول لك ازاي تكون كاتب رواية خطوة بخطوة، ونحلل الرواية حتة حتة علشان تعرف ازاي الرواية بتتبني حتة حتة لغاية ما تكتمل كل اجزائها، وبالتبعية هتعرف ليه في روايات بتعجبك جدا وليه في روايات ما تقدرش تكملها، وتعرف هل الفكرة اللي جت في دماغك دي محتاجة تتطور ازاي عشان توصل وتبقى رواية، ولا ممكن تبقى قصة قصيرة مثلا. ويا ترى هل في طريق قصير ينفع تاخده علشان تكون كاتب روايات بشكل اسرع؟ فتعال نغوص في الرحلة دي سوا ونستكشف العالم الروائي المذهل ده، ومن خلال استكشافنا للعالم ده هنجاوب على الاسئلة دي كلها باذن الله. فانا ده حسن لو اول مرة تشوفني، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. عاوزين الاول نختار الرواية اللي هنحللها، وهنا هنختار رواية بوليسية رائعة جدا ومشهورة جدا اسمها ثم لم يبقى احد، او بالانجليزي And Then There Were None لاجاثا كريستي الملقبة بكوين اوف ميستري. وما تخافش، طول ما انا بذكر المثال بتاعها خلال الحلقة مش هحرقها لك لو عايز تخلص وتروح تقراها. المهم ان الرواية دي باختصار شديد بتحكي عن 10 اشخاص مختلفين في كل حاجة، توصل لهم دعوة لحضور حفلة مميزة وضخمة في بيت بعيد بيوصلوا بصعوبة، وبعدين بيتفاجئوا انهم اتحبسوا وصاحب الدعوة ما جاش الحفلة اصلا، وبيبداوا يتقتلوا واحد ورا التاني ومحدش عارف مين اللي بيقتلهم وايه الدافع بتاعهم، وهل هو واحد من بره ولا منهم فيهم. الملخص اللي حكيته لك ده هو المقدمة او الفكرة بتاعت الرواية، وفكرة الرواية أو الملخص بتاعها اللي هتكتبه في ورقة لازم تضمن وجود 5 عناصر رئيسية فيه عشان تكون الفكرة متكاملة، والعناصر دي هي الأشخاص، الموقف، الهدف، الخصم، الكارثة أو الصراع. تعالى نعكس ال5 عناصر دول في الملخص بتاع And Then There Were None. الأشخاص هم ال10 أشخاص، الموقف هو الوضع اللي لقوا نفسهم فيه، مدعوين لحفلة في بيت بعيد وبيلاقوا نفسهم محبوسين. الهدف هو إنهم يلاقوا طريقة يخرجوا بيها من البيت قبل ما يتقتلوا أو يعرفوا مين اللي بيقتلهم على الأقل. الخصم هو الشخص اللي بيقتلهم. الكارثة أو الصراع طبعا مش محتاجة أشرح لك أكتر من كده الوضع المناي اللي هما فيه، ومفيش أنيل من كده الحقيقة يعني. بس في سؤال مهم، لو انا ما عنديش فكره مسبقه ونفسي اكون كاتب روايات، بستمد الفكره منين؟ بص، الفكره ممكن تجيلك بطرق كتير جدا، اولهم هي القراءه كتير. انت بتقرا بشكل مستمر حكايات مختلفه بحبكات مختلفه، بتتعلم منها حاجات مختلفه، ممكن تصادف حاجات من اللي قريتها في الواقع بتاعك، فبالتالي كثره تغذيه مخك وخيالك بالمعلومات دي ممكن جدا يجيب لك فكره. انت بتتثقف وبتتعلم حاجات جديده وبتعكسها على اللي حواليك، فبالتالي هتجيلك الفكره باذن الله. ثانيا، القارئ عاده بيتامل في الظروف المحيطه حواليه وبيحللها. اجاثا كريستي مثلا ليها روايات عكست فيها وضع هي عاشته مسبقا، زي روايه ميردر ان ذا اورينت اكسبريس او جريمه في قطار الشرق السريع. فكره الروايه جات لها اصلا وهي جوه القطر ده وفي رحله. يلا كست رايقه بقى، نرجع بقى للعناصر ال5. لو انت جات لك الفكره وضمنت وجود ال5 عناصر دي، يبقى ننتقل بقى للنقطه اللي بعد كده، المرحله اللي بعد كده، وهي بناء هيكل القصه. وبناء هيكل القصه ده بيتم على مراحل، وما تقلقش الحمد لله المراحل دي ثابته في اي روايه، تقدر تعتبرها ستاندرد عالمي يعني. تعال نعكس الهيكل ده على الروايه اللي معانا عشان نفهم الهيكل ده بيتبني ازاي. اول حاجه انت معاك شخصيات بتقدمهم جوه الروايه. الشخصيات دي حياتهم عامله ازاي؟ ايه اللي ناقصهم؟ هل بتواجههم مشكله معينه؟ في And Then There Were None احنا معانا 10 اشخاص، كل واحد فيهم كان عايش في العالم الخاص بتاعه،
كل واحد ليه وظيفه معينه، عايش في بيئه معينه، ظروفه مختلفه وهكذا. بعدين فجاه حدث ما بيحصل بيهز استقرار الشخصيات دي وبيشقلب العالم بتاعها. في المثال اللي معانا الحدث ده هو الدعوه اللي اتبعتت لل10 دول. الدعوه دي هي بداية اهتزاز العالم الخاص بالشخصيات دي، وتيجي بعدها مرحلة الاندماج مع الحدث ده، ان بسبب الدعوة دي ال10 دول بيسافروا للبيت البعيد ده علشان يقضوا حفلة من النوع الفاخر، ويلاقوا نفسهم في عالم جديد ومختلف بوضع كمان مختلف. 10 قاعدين مع بعض في بيت واحد محبوسين ومهددين بالقتل كمان. وده ينقلنا لمرحلة الصراع، انهم بقوا مجبرين يلاقوا طريقة يتعاملوا بيها مع الوضع الراهن وينقذوا نفسهم ويهربوا من المكان ده، وطول الوقت بيلفوا حوالين نفسهم علشان يكتشفوا مين السبب في مقتلهم واحد ورا التاني، ويا ترى الدور الجاي على مين. والاحداث تبدا تتعقد واحده بواحده، ويلاقوا نفسهم محطوطين في اختيارات واختبارات يمكن ما كانوش هيتحطوا فيها في الاوضاع العاديه، ويبداوا يحسوا ان كل حاجه اتقفلت من حواليهم بالضبه والمفتاح، ولا يمكن الصراع اللي عايشينه ده يتحل ابدا. وده ينقلنا لاخر مرحله، وهي الاضطرار لمواجهه الصراع ده علشان يتحل، والا عمره ما هيتحل ولا هنروح بيتنا. لو تلاحظ في الهيكل ده الدنيا كانت مستقره، وبعدين الصراع بيزيد واحده واحده لغايه ما يتعقد، وبعدين بيتحل. كل ما الصراع اتعقد ووصل لنقطة غير قابلة للحل من وجهة نظر أبطال القصة، فهو في الحقيقة قرب يتحل. ومن ناحية تانية انت بتشد القارئ للرواية وبتخليه متوتر كده، وهو شايف الدنيا عمالة تتلعبك أكتر وأكتر، وتحسس انها خلاص ملهاش حل. أصل الناس بتحب الصراعات قوي يعني. المهم يعني انت بعد ما بتخلص هيكل الرواية، فالرواية دي مين بيعيشها؟ شخصيات، صح؟ والشخصيات دي ليها ماضي وليها حاجات أثرت فيها وفي تصرفاتها. كل شخصية من دول ليها صفات، زي هل هي شجاعة ولا جبانة، سنها كام، بتدرس فين، وهكذا. مهم انك تبني شخصيات الرواية بناء صحيح علشان تبقى أقرب للواقع، بداية من حاجات بسيطة زي اسمهم وسنهم وعايشين فين، مرورا بازاي الماضي بتاعهم ومكان معيشتهم أثر في تكوين شخصياتهم، وازاي الصراعات اللي هيعيشوها جوه الرواية هتخليهم يتطوروا أكتر وقراراتهم هتختلف. يعني هل هتتغير القناعات عندهم مثلا؟ هل هيبقوا أشجع بعد ما كانوا جبنة؟ هل نظرتهم للأمور هتتغير؟ طب ايه هي دوافعهم؟ هل في حاجات معينة بيحبوها؟ هل عندهم احتياجات؟ هل هيعيشوا في الصراع ما بين احتياجاتهم ورغباتهم؟ بيخافوا من ايه؟ وهل خوفهم ده هيأثر على مجرى الأحداث بطريقة ما؟ كل دي أسئلة وأكتر لازم تسأله لنفسك وانت بتكتب شخصية معينة، عشان ما تتحولش الشخصية مثالية بزيادة مش موجودة في الواقع، ولا تبقى شخصية ضعيفة جدا جدا مفيش حاجة بتأثر فيها، وده برضو مش موجود في الواقع. ولو تلاحظ فأكتر الناس اللي بترتبط بيها في أي رواية أو فيلم بتكون شخصية أقرب لنا فعلا، واقعية جدا. يعني مثلا لو بتتابع أنمي ديتكتيف كونان، فهنلاقي إن ناس كتير ما بتحبش كونان نفسه قد ما بتحب أكاي، لأن أكاي شخص واقعي، واحد من الاف بي اي، طبيعي يكون ذكي وقوي. اي حد من الاف بي اي لازم يحمل الصفات دي، بالاضافه انه قناص وماهر في القنص، فالعصابه السوداء خايفه منه طول الوقت. لكن بص على كونان مثلا، الكاتب جايبهولك ذكي وخلاص، ذكي عشان بس قرأ روايات بوليسيه كتير، وده مش سبب كافي لحل الجرائم المعقده. وجايبهولك بقى بيعرف يفك قنابل ويحل جرائم معقده، وبيعرف يستخدم مسدس ويسوق طياره وعربيه ومركب لو حابب، مطلعينه خارق فعلا. فهو مش واقعي، الناس بتقول مفيش حد كده. عكس اكاي بقى، ان تطور شخصيته وماضيه مدينه طابع واقعي، فالناس بتحبه. انا عن نفسي بحبه جدا. كوران ده عندي في الزباله، عادي ترجع كبير ما ترجعش مش مشكله. زوم لي الكاميرا كده يا ابني على اكاي، خلينا نشوف هيعمل ايه. خلصنا بقى يا سيدي الشخصيات والهيكل والحبكه، ندخل بقى على تلخيص كل حاجه فوق فيما لا يزيد عن صفحه واحده، عشان تقدر تجمع كل حاجه كده مع بعضها، وبعدين واحده واحده تبدا تفرد بقى اللي انت كتبته ده، وتضيف تفاصيل تخلي كل حاجه مترابطه مع بعضها. احنا بنكتب قصه، ايوه، مش بوست فيسبوك في صفحه واحده. في تفاصيل ادت لصراعات، وتفاصيل ادت لحلول. ازاي الصراع اتحول لمعضله، اتحول لحل، رد فعل الاشخاص ايه، وازاي الصراعات الاساسيه والجانبيه غيرت في مجرى الاحداث والشخصيات واتخاذ القرارات، وهكذا. بعد ما خلصت كل ده، ضروري انك تقسم قصتك لمشاهد واقسام. مش بتلاقي كل روايه فيها تشابترز؟ هنفترض في المثال بتاعنا ان اول مشهد كان التعريف بالشخصيات، وبعدين طورنا المشهد لغايه ما وصلنا لنقطه ان وصل لهم دعوه. في الشابتر اللي وراه بنشوف تفاعل الاشخاص مع الدعوه دي، وتبدا الاحداث بدورها تتصاعد لغايه ما بيتم اكتشاف شيء معين مثلا هيغير واحده واحده مجرى الاحداث. في خلال صياغه الشابتر بيبقى في حوار بين الشخصيات وبعضها، وده لازم. في النهايه الشخصيات دي مش صامته، هي بتتفاعل مع بعض وبتتداخل، ولازم تعرف مين هيقول ايه ودور كل واحد ايه في القصه. وفي نقطه مهمه جدا في موضوع الحوار ده، انت لازم تعرف انت بتحكي القصه دي من منظور مين. هل في طرف ثالث بيحكيها؟ هل بطل القصه الاصلي هو اللي بيحكيها؟ مش انت ساعات بتلاقي ان القصه بتتحكي كفلاش باك؟ مهم قوي تحط النقطه دي في اعتبارك، ومهم تعرف الشابتر هيتقفل ازاي والاحداث هتترتب ازاي لغايه ما تخلص كل الشابترز اللي معاك وتوصل اخيرا لكتابه اول درافت.
والدرافت ده عموما بيفضل يتعدل لغايه ما بيوصل لافضل شكل قبل مرحله النشر. مبروك كده، احنا خلصنا ونشرنا الروايه الحمد لله اخيرا. بس رحلتي معاك لسه ما خلصتش. انت المفروض تكون فهمت معايا ليه في روايات بتفضل معلمه في ذهننا وروايات تانية لا. احيانا تلاقي روايات فكرتها مختلفه فعلا، لمست حاجه جوانا بطريقه ما فتعلقنا بيها. شخصياتها كانت مكتوبه بطريقه ذكيه جدا، كل شخصيه من دول هتلاقي منها كتير حواليك، فبالتالي تحليلها وتصرفاتها كانوا منطقيين بالنسبه لك. طريقه السرد ممكن تكون شدتك، ما زهقتش في النص، فضلت مكمل لغايه النهايه. الصراع بيتزايد بشكل سليم ومنطقي، فبالتالي حسيت ان الاحداث مترابطه مش ملعبكه على الفاضي وانت مش فاهم حاجه. الحوار كان قوي، مش مجرد كلمتين كانوا ترند وبيجيبوا مع الناس وخلاص، لا، حوار منطقي وقوي والاحداث بتتبني على اساسه بشكل سليم. كل دي حاجات خلتك تتعلق بالروايه، ولو مش موجوده او ضعيفه هتحس انك بتقرا حاجه اي كلام وصرفت فلوسك على الفاضي. وعاوز انبهك لحاجه مهمه بقى، احيانا الفكره اللي في دماغك ممكن ما توصلش لدرجه روايه، انما ممكن تبقى قصه قصيره. خلي في بالك ان الهدف هو توصيل فكرتك وحبكتك في العموم، مش لازم نمط ونعيد ونزيد في الاحداث عشان نكبر الروايه بتاعتنا وعدد صفحاتها هيزيد وخلاص. المهم عندك انك تطلع بكتاب قوي يفضل معلم في ذهن الناس. في كتب فعليا موجوده لا ترقى حتى انها تبقى بوست على الفيسبوك من كتر ضعفها. في حد للتفاصيل. هل التفاصيل اللي هتحطها دي مهم في بناء القصه ولا حشو على الفاضي؟ جاوب على السؤال ده بمنتهى الصدق، ده هيفيدك جدا عشان تجذب الجمهور ليك، لان الناس ما بتحبش تلاقي نفسها صرفت فلوسها في كتاب وحش ومع الوقت ممكن لا قدر الله يتحط عليك علامه اكس كده ومحدش يشتري لك حاجه. خليك ذكي في اختيارك اللي هيليق مع فكرتك، وحط هدف قصاد عينك، والهدف ده هو ان اللي انت هتكتبه باذن الله يعجب الناس. طيب انت قلت لنا في الاول ان في طريق قصير ممكن اخده اللي بيه ابقى كاتب روايات شاطر. هقول لك ايوه دي حقيقه، والطريق ده هو دخول كليه اداب. انا الحقيقه ما قلتلكش في الاول، بس احنا حاليا جوه سلسله كليه اداب، فبالتالي بنتكلم عن الوظائف اللي ممكن يشتغلها خريج اداب. واسمح لي اقول لك ان الدراسه في كليه اداب هي الانسب لمحبي كتابه الروايات. ليه بقى؟ عشان بيدرسوا الروايه والقصه القصيره وتكوينهم، وبيدرسوا الادب عموما، وبيدرسوا المسرح. عندهم مواد ثقافيه وفنيه متنوعه، بيدرسوا البلاغه والادب والنحو والصرف، بيقروا جوه كتير جدا بحكم دراستهم، فبالتالي بيخرجوا انسب ناس لكتابه الروايات والقصص عموما بمختلف الاشكال. فلو انت في ثانويه عامه وحابب الموضوع انصحك باداب، ولو انت في كليه اداب بالفعل ومحتار فده مجال حلو جدا لو انت محب للقراءه وبتحب الروايات. طب لو انت في كليه تانية وحبيت فكره الموضوع ونفسك تعمل شيفت كارير ليه، هقول لك في كورسات وورش كتير جدا في كل مكان في مصر وتؤهلك لكتابه الروايات. ولازم تضيف لنفسك مهارات متنوعه طبعا، وتقرا كتير لناس اقوياء في المجال، وتقوي اللغه العربيه عندك، وتذاكر نحو وصرف وبلاغه. وطبعا هتقول لي انا ممكن اكتب الروايه بالعاميه، هقول لك بلاش. صدقني الروايه اقوى بكتير وهي بالعربيه الفصحى، لان العربيه الفصحى لغه شديده البلاغه والقوه وبتوصل المعنى ببراعه. العربي جميل جدا والله. وبما اننا بنتكلم عن الروايات فعاوزه انتهزها فرصه واسالك سؤال، وعاوزاك ترد عليا في الكومنتات. ايه هي الروايه اللي حبيتها واثرت فيك فعلا وتعلقت بيها؟ وايه الشخصيه اللي معلمه معاك وحاسس انها اقرب ليك؟ انا عن نفسي بحب الروايات البوليسيه جدا جدا، وروايه اندندر ويرنان اللي احنا ذكرناها دي اكتر واحده بحبها. متحمسه جدا لاجابتكم في التعليقات، وما تنساش لو عجبتك الحلقه تشيرها مع صحابك اللي نفسهم يتعرفوا على مجال مهم وجميل زي ده، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واشوفك باذن الله في حلقات جديده ورحلات جديده. سلام عليكم.